ربنا يسوع قال ما تبصش ورا مثلا، فاكرينها؟ قال ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر للوراء. اللي بيحرت لازم يبقى مركز لإلا يدخل على أرض غلط، يحرت حتة غلط. فلو بص ورا هتحدف منه، زي السواقة بالظبط. خطر قوي تكون بتسوق على السريع وتبص ورا، خطر جدا، لأنه ممكن في لحظة تكون حدفت سنة العربيات اللي جاية في وشك تموتك. هي نفس الخطورة، فلا تنظر للوراء. مرة تاني الكتاب بيقول لا تتلفت لأني إلهك. يعني إيه؟ بص قدامك، بص عليا، أنت بتعمل كده ليه وكده ليه؟ أنت تايه ليه يعني؟ ما هو الحكاية واضحة. لا تخف لأني معك، لأن الخوف يخلي الواحد عمال يعمل كده، زي اللي بيستنجد بأي حد. لو هو مركز في ربنا لا يخاف ولا يتلفت. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. لما جه الملاكين للوط وعيلته، لوط تقاعس. لوط كان عارف ان دول جايين من عند ابونا ابراهيم، وعارف ان ده ما بيغلطوش واللي بيقولوا هيحصل، وقالوا له الحق خلاص النار نازله. فقالوا له بص اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك، ما تبصش ورا لانك مش هتستحمل المنظر. بص قدامك وركز لانك لازم تاخدها جري. لا تقف في كل الدائرة، اهرب للجبل لألا تهلك. كلكم عارفين اللي ما سمعتش الكلام هنا كانت مرات لوط وبقت ايه؟ عمود ملح، لانها بصت عملت كده. يبقى عشان تعيش معنا اننا نملك كل شيء لازم تلم عينيك من التشتيت ومن النظر حواليك. لا تنظر حولك كالتائه. ساعات الواحد يحصل له مشكلة كبيرة في شغله ومشكلة كبيرة في بيته. يا أحبائي المشاكل الكبيرة عاوزة صلاة. قبل ما تفكر في المحامي وفي الفلوس في الزميل وفي المدير صدقني بدل هي مشكلة كبيرة كده اركع وكمل ربنا. لأن المشاكل الكبيرة المنطق ما بيجيبهاش، الفلوس ما تحلهاش. فانت ليه زي التايه عمال تبص يمين وشمال؟ صليت كويس. اذكر مرة دكتور نبيل باقي اللي هو قريب قداسة البابا، ده اكبر كونسلر في الكنيسة القبطية، وده استاذنا كلنا يعني في الكونسلنج الارثوذكس، عايش في كاليفورنيا. وزمان خدمت معاه في كيس، فقال لي ابونا ليا طلب. داخلين عند الناس وانا ماسك ايده لان هو ربنا يعني سامح له بانه ما بيشوفش، لكن ده علامة وخادم درجة أولى. قال لي بص بون، القعدة هتاخد زيادة عن ساعة، أنا ليا طلب واحد. أنا طبعا ده أستاذي فهو اللي هيتكلم في مشكلة مش سهلة يعني. أنت تبقى قاعد جنبي طول الوقت تصلي، لأني أنا مش هعرف أعمل حاجة إلا لما أنت تصلي. كان بيقولها بمنتهى ديل، يعني قبل ما ندخل، قبل ما يدوس على زرار البيت، انت هتصلي وانا هبتدي اسمع واتكلم. قلت له حاضر. علمني درس انه اهم من اللي انا هقوله او هسمعه انت تقضيها صلاة. دي مشكلة كبيرة ومعقدة، واضح انها خلاص ايه قفلت يعني. الحقيقة دول ناس مدرسة. ليه؟ لانه فاهم ما تتلفتش، انت شغلتك تصلي، وكلنا شغلتنا نصلي في وقت معين كده. كمان الواحد بيبص حواليه، امشي ورا مين؟ تمشي ورا مين؟ ما تمشي ورا المسيح. امشي ورا المسيح واللي شبهه، تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. هي محتاجة فن. كانت تمشي ورا الدكتور الفلاني والاستاذ الفلاني والعبقري الفلاني واللعيب الفلاني النهاردة يا جماعة القدوات اللي محطوطة قدام الجيل الجديد مرعبة مدمرة. الجيل الجديد اللي طالع في اعدادي وثانوي بيتكلم نعمل ايه؟ سيبك بقى من المذاكرة والكليات اللي اي كلام. انت اشتغل يوتيوبر هتدخل بالدولار، اشتغل لك على الانستجرام والتيك توك هتجيب اللي بيجيبوه الكبار دول في يوم. دي القدوات اللي قدامهم. لعيب الكورة بيطلع رقم، طب ما نلعب كورة بقى. الممثل بيطلع رقم، المغني بيطلع له رقم،
فدي القدوات اللي محطوطة قدام الجيل الجديد. هرجع بقى ازاي ولادنا يركزوا على ماريجرجس وأثناسيوس؟ مأمورية صعبة. لكن لا تنظر حولك. ساعات الواحد بيبقى بيدور على اللي يطبطب عليه، اللي يهتم بيه، اللي يسمعه. لا، عيب عليك، عيب عليك يبقى معاك رب الحب كله والطيبة كلها والدلع كله، وتقعد تستنى واحد يقول لك كلمة حلوة ولا يطبطب عليك. تبقى متضايق وعاوز حد. مرة جه حد قال لي كده، قال أنا استنيت على باب أب اعترافي ساعتين، ست يعني، كنت مخنوقة جدا، والناس بقى بتدخل ما بتطلعش بالساق وأنا مخنوقة. وبعدين لقيت نفسي هتعصب وانفجر لأني متضايقة وعاوز أحكي معاه. بعدين قلت طب ما هو الهيكل أهو، هقعد في الأوضة الجانبية للهيكل واستنى أبونا. قالت لي بعد ساعة أنا ما احتجتش أبونا، أنا لقيت نفسي كتر خيرك أبونا إنك ما فتحتش. طبعا المسيح ريحني أكتر. أنا مش بلغ أبونا، أنا بس بفهمكم إنه حتى أبونا مش هو اللي بيريح، أنت معاك ربنا كله. أبونا طبعا له دوره، لكن ما ينفعش تدور على اللي يطبطب طول الوقت من البشر وأنت معاك ربنا. ما تبصش حواليك وتفضل تقول أعمل إيه دلوقتي. لو مش عارف تعمل إيه صلي واقرأ الإنجيل بس لغاية ما تعرف تعمل إيه. موضوع بسيط. هيقول لك ربنا على فكرة، هيرد عليك أو هيخلص لك الموضوع من غير ما تاخد أنت قرار، حتى لو أنت مزنوق. عشان كده ما أجمل تعبيرات المزامير فيها الحتة دي كتير قوي بقى. كل المزامير بتقول لك ركز في ربنا هتعدي. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين وهو يجتذب من الفخ رجلي. يبقى المشكلة مش أنا اللي هشد رجلي، مش عارف أطلع من الفخ. طب أعمل إيه؟ بص على ربنا. يبقى لا تنظر حولك. إحنا بقى بننظر حوالينا كتير قوي، فبنتعب أعصابنا قوي وبنطول على نفسنا المشاكل. لا تنظر حولك وتقارن، ده موضوع تاني. أنا كله بناقش إزاي اللي عنده ملكوت داخلي ومركز في ربنا عينيه هادية. ودي العين البسيطة اللي اتكلم عنها المسيح. لو عينك بسيطة جسمك منور. مش بتبص، لا تبص تقول الحقوني ولا تبص تقول اشمعنى انتوا. مفيش اشمعنى، مفيش مقارنات، لأنه انت شبعان جواك. مأساة السوشيال ميديا انها زودت دايرة المقارنات بشكل مرعب. يعني انت كنت هتقارن مع اللي بتشوفهم بعينيك، جيرانك وزمايلك، دلوقتي هتقارن بمين؟ بكل العالم. فانت اتفتحت عليك ابواب جهنم بالمقارنة. مالك انت باللي بيحصل في البلد دي والبلد دي واللي جاب واللي اشترى واللي عمل ايه اللي انت مالك بالحاجات دي؟ هي بقى لعبة الشيطان هنا، انه يحط قدامك كل دول عشان ما تلحقش تشوف نفسك ولا تشوف ربنا خالص. لا تنظر حولك وتقارن مرسى بمريم. تعرفين مرسى اتنرفزت ليه؟ لما لقت مريم قاعدة تحت رجلين المسيح. طب هو ده منظر ينرفز؟ هي بقى اشمعنى انا اتعب وهي قاعدة وغلطت في المسيح؟ قالت له انت مش همك؟ يعني المسيح غلطان ومريم غلطانة والدنيا باظت خالص. ليه بصيتي حواليك؟ ليه ما بصيتيش المسيح في بيتك وكنتي مبسوطة ورايقة وخلاص؟ ليه ما وشوشتيش المسيح وقلتي له أسيب الطبيخ وأقعد أسمعك ولا كمل طبيخ؟ وزي ما يقولك الموضوع بسيط. لكن أنت وقعتي نفسك في ربكة بسبب أن عينك طلعت من راسك بصت على أختك، دي أختك دي حبيبتك. ربنا يسأل لها مرسى إيه ده؟ عينك راحت في الحاجات دي ليه؟ ده مريم دي قاعدة مبسوطة، خليكي زيها. مشكلة شاول مع داود اللي بنعيدها كتير هي مشكلة واحد عنده كتير قوي بس عينه مش في راسه، عينه بره راسه، فدي بهدلته ولخبطته ونسيته هو بيعمل ايه. لا تنظر حولك، انظر داخلك. لأنه الكتاب المقدس بيقول ايه؟ لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء. يعني انت فاكر لما هتروح السماء هتكلم ربنا؟ على فكرة ربنا جوه دلوقتي، فانت لو وشوشته هيسمع
مش لازم تعلي صوتك قوي، انت لو اتكلمت في سرك هو في سرك، فالمسافة مفيش مسافة. لا تقل من يصعد للسماء أي ليحضر المسيح، مين يجيبه من الهاوية أو ليصعد. الكلمة قريبة منك، دي أحد معانيها إنه ربنا نفسه جواك، قريب منك جدا، أقرب ليك من نفسك. صدقوا إن المسيح أقرب ليك من نفسك، من ضميرك. الروح القدس اللي ساكن فينا خلانا لازقين في ربنا. قريبة منك في فمك وفي قلبك أي كلمة الإيمان. أنا اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك الله أقامه من الأموات، خلاص. يبقى فكرة إن إحنا هياكل الله، روح الله ساكن فينا غايبة عننا، وبيخلينا دايما نبص لبره، يا نقارن يا نجري ورا حد يساعدنا، يا مشوشين ومضطربين ومنزعجين. وموضوع جواك على فكرة، صوت ربنا جواك. أحيانا الواحد يقول بسمع وعظات عشان أسمع صوت ربنا، ممكن كفاية وعظات وتقعد هادي هتسمعه من جواك. اقعد شوية ساكت، خلي قلبك يقولك، ربنا هيقولك من جواك. على فكرة موضوع أبسط من كده. وده التعبير اللي قاله المسيح لما قال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، هو ذا ملكوت الله داخل. لا تنظر حولك لأنك في النهاية ستحمل حمل نفسك. يعني إيه؟ أحيانا إحنا بنقعد نقارن نفسنا بخدمات أخرى، بإنجازات أخرى، بشكل من الحياة آخر. لو كنت هاجرت وقاعد متضايق، ما أنت عايش كويس، أنت بتقارن ليه باللي هاجروا؟ مين قال لك اللي عايشين بره ما آخر روقان؟ يعني هي العيشة على فكرة، والبشر هم البشر، المشاكل هي المشاكل، واللقمة هي اللقمة، والأمراض بتيجي هنا وفي أمريكا. أنا لما كنت طفل كنت فاكر أمريكا مش بيموتوا، فعشان كده الناس بتسافر. صدقوني قعدت كذا سنة فاكر كده، اللي بيهاجروا دول أصل البلاد دي ما بيموتوش. أنا كنت أحب حكاية الموت دي وأنا طفل، فقلت لازم. بعدين كنت اكتشفت إنهم ما بيموتوا، كبست طلعوا بيموتوا زينا. فهي لو فكرت فيها، لكن اللي شبعان باللي جواه لا، الموضوع أبسط من كده. ليمتحن كل واحد عمله، حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. انت هتتسأل على حياتك انت، وعلى ظروفك انت، وعلى وزناتك انت، وعلى عيالك انت، وعلى العمر اللي عشته، وعلى البلد اللي طلعت فيه. مش هيحطك ربنا في مقارنة مع بولس الرسول ولا مع أثناسيوس الرسول. انت هتتسأل على حياتك من واقع حياتك بس، مفيش مجال انك تقارن. انت هتشيل حمل نفسك في الآخر. عشان كده يجازي كل واحد حسب عمله. لما تكون حد عنده ميزة غيرك، الله يعينه عليها، لأنه هيتسأل ويتحاسب عليها. ما عندكش منها، مالكش دعوة بيها. واحد معاه مليارات فبيتبرع بملايين، الحمد لله انت ما عندكش ألفات، فانت مالك بيه؟ ربنا يديله، وهو هيتسأل على حياته وانت تتسأل على حياتك. لكن انت ما تقعدش تبص حواليك. اعرف المطلوب منك مش المطلوب من غيرك. ركز في المطلوب منك انت بس، وهتلاقي اللي مطلوب منك تقدر عليه، لأنه راكب عليك وعلى ظروفك وعلى حياتك. لا تنظر حولك، ارفع عينيك. لأنه من أجمل القصص اللي في الكتاب اللي أنا بحبها وياما حكيتها هنا، يعني قصة يهوشافاط، هذا الملك الرايق، بعتبره الملك الرايق اللي في الكتاب. بقى عنده حصار 3 جيوش، وهو جيشه تعبان لأنه ملك يهوذا مش ملك إسرائيل، معاه سبط ونص، تانيين 10 أسباط. بس ده حفيد داود، فشارب مزامير بقى، متبرمج مزامير. فلما جم قالوا له كل دول عليك، هي يعني مش هتاخد منهم غلوة انت وشعبك، يعني جيشك ما يجيش 1 على 50 يعني. فقال له يا إلهنا أما تقضي عليهم؟ ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا. أنا هلاقيها من دول ولا دول ولا دول، ده كل دول من دول يخلصوا علي، فالموضوع كبير علي قوي. نحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن الحاجة الوحيدة اللي أعرف أعملها كده بس. ده اللي انت هتعمله، قال أنا هعمل كده، وأقول للشعب يعمل كده.
هنحارب ايه؟ ما هي خسرانة لو حارب، لكن هنرفع عينينا. يوم يجي له راجل شاب رايق كده من ولاد الانبياء، قال له ربنا بيقول لك ما تخافش. قال له جات؟ قال له بيقول لك ما تخافش هتغلب. صحيح، كتر خيرك، خلاص يا جماعة مش هنحارب. خد على كلامه على طول. نزلوا لي المرتلين عشان يتقدموا الصفوف. انت عبيط، احنا لسه هنبتدي الحرب بكرة. قال لا، طلعوا المرتلين اللي هم اللاويين اللي بيحافظين بقى، وهنقول الهوس التاني وننزل نقابلهم بالهوس التاني. كانت أغرب معركة، إنه نازل الجيش عمالين يمزكوا موسيقى وإيه، لأن إلى الأبد رحمته جيب بنايش بشائني. بجد قالوها، مكتوب إن هم كانوا بيقولوا المزمور ده. هم قربوا الثلاث جيوش كانوا بيخلصوا على بعض بسبب الرايق اللي ما بيعرفش يعمل حاجة غير نحوك عيون، ما بيبصش حواليه، ما عادش يحسب بقى معايا كم عسكري وهيموت مني قد ايه والحق استعين بمين. طب ما عادش يفكر. هي الموضوع بالظبط ما خدش منه ليلة. نفس الموقف موسى قدام البحر، ربنا قال له مالك يا موسى. كلمة مالك اتقالت لموسى لأن موسى ابتدى ينزعج. بحر وفراعنة هيروح فين؟ قال له مالك، فين العصاية؟ قال له ايه؟ قال له اضربها. موضوع بسيط كده، ما تبصش لا للفرعون ولا للبحر، معك عصاية، مركز في العصاية. اشتغلت العصاية، تشق البحر، خلصت القصة، الفراعنة ماتوا، الموضوع بيخلص. يبقى لا تنظر حولك، ارفع عينيك. بطرس فوق الموج كلك وفاكرين المشهد، ما خدش ثانية، طول ما باصص على المسيح بيتمشى على الموج العالي، بيتمشى. واحد مستمتع في وضع معجزي ومكمل ومش دريان. وبعدين أول ما عينه جت في البحر وقع على طول. ليه؟ لأنه خالف الوصفة بتاعت ما تبصش حواليك دي. دانيال عينيه على المسيح فأرسل ملاكه وقفل أفواه الأسود. ليه؟ لأنه مركز في ربنا. لا تنظر حولك لأنك ستفقد سلامك. لو بصيت حواليك تستعين بناس هيغزلوك، تقارن بناس هتتكبس وتتقهر ويصعب عليك نفسك، هتحقد على ناس، هتحسد ناس. ليه تعمل في نفسك كده؟ هتفقد سلامك لو بصيت حواليك. لو بصيت جواك أو لفوق مش هتفقد سلامك، لأن جواك ربنا وفوق دماغك ربنا. فهنا لوط لما رفع عينيه ورأى سدوم بتتحرق، بس طبعا بعد ما عدت الأزمة، قضى حياته كلها في خسائر ملهاش آخر. داود في لحظة ضعف ابتدى يعد المشاكل اللي عنده وما صلاش، ما عرفش يركز في ربنا في اللحظة دي. خد قرار انتحاري انه يحتمي في الفلسطينيين. كان أسوأ قرار خده داود، كلفه 16 شهر من تقريبا عيشة مع الوثنيين، تنازلات من كل النوع. المسيح أدبه تأديب شديد، كان هيضيع كل ولاده، وبعدين لما تاب رجع بسرعة لحق الموقف. كمان من المناظر اللي تنزع السلام الأرقام بتنزع السلام. 3 شهور اللي فاتوا كمية ناس انهارت نفسيا بسبب أرقام الدولار. فعلا في ناس ضغطها عالي وفي ناس اتلخبطت. ليه؟ ما هي متابعة الأرقام دي تجنن فعلا. ايه اللي بيحصل ده يا حبيبي؟ وتفرق معاك ايه؟ إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، ومش فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما. هو احنا في ايدين بشر؟ ما هي ماشية بالبركة من يومها. ما احنا عايشين في معجزة على طول. هي مصر دي كانت تكمل يومين؟ هي عايشة بمعجزة من زمان. وبالتالي الحسابات والأرقام هتلخبط دماغك. ما تتعبش دماغك، خليك مركز في ربنا. لا تنظر حولك، هو شايفك حتى لو انت مش شايفه. بصش عليه تقول هو فين، بص حتى لو انت مش شايفه هو شايفك كويس. هو عينه ما بتنزلش من عليك، للأسف انت اللي عينك مش جايباه. عشان كده تلاحظوا ان موسى قيل عنه، هو كتب عن نفسه، هو اللي كتب سفر الخروج، التفت إلى هنا وهناك
ورأى أن ليس أحد فقتل. فاهمين الحتة دي؟ لو أنت ما خدتش بالك أن ربنا باصص عليك هتقتل في يوم وليلة. لكن لو أنت شايف ربنا باصص عليك هتبقى زي يوسف، الخطية واضحة جدا، حاشا اخطئ إلى الله. يبقى أنت شايفه بقى، يبقى أنت مركز. كمل عملك يا نوح، حتى لو الناس مش راضية عليك المسيح شايفك. كمل غربتك يا ابونا إبراهيم، حتى لو الناس بتقول عليك مجنون، ربنا مبسوط باللي انت عملته. أخيرا أقول تدريب: كل لحظة اضطراب أو قلق أو حزن اعرف ان في مشكلة في النظر. مش عاوزة دكتور عيون، عاوزة إنجيل. لكن أي قلق وحزن معناه ان نظرتك ما بقتش مظبوطة. انت مركز في ايه؟ بتبص حواليك، وده اللي تعب أعصابك، ده اللي خلاك خايف. لو رجعت تركز في ربنا هيرجع لك سلامك. واحنا ما أكثر مشاعر ولحظات القلق والخوف اللي دخل علينا، كل ده لأنه احنا نزلنا عينينا من على ربنا. زود التأمل في كلام ربنا، في صفات ربنا، في وعود ربنا، تلاقي انت في ملك تاني بجد. انت في حتة تاني، انت ابو الروقان زي يهوشافاط كده. انت مشاكل كتير بس انت باصص لها من فوق، مش فارقة معاك. انت سايبها زي البابا كرولوس وداخل تصلي عشية او تسبح، والكنيسة مهددة ولا فارق معاك. ليه؟ لانك اتعودت خلاص ان دماغك في حتة تانية، مركزة مع الكلام اللي ما بينزلش الارض ابدا، كلام ربنا وصفاته ووعوده. اخيرا ضع ضوابط لما ترى او تسمع او تفكر فيه. لازم تلم عينيك وتلم ودانك، دول لو فضلوا مفتحين كده هتتعالج بعد شوية، هتنهار، هتتلخبط، هتلاقي العمر راح منك من غير ما تحس بالسلام والسعادة والبركة، مع انك عايش في عز وسلام ونعمة وبركة. لإلهنا كل مجد وكرم.